الجيش الحر فيه برشا حوايج، في برشا كتاب، برشا يعني في ناس مش نضاف، فهمتي، في برشا مخبرين، فهمتي، يشتغلوا على وجهين، فهمت، وفي ناس نضاف ما شاء الله يعني، فهمت، مسلمين يدافعوا على بلادهم صح، فهمت، اما الاغلبيه الله يهدي برا. الناس تجري كان على الغنايم، هذه مثلا شوفوا دار عجبته، هذه دار شبيح يدخلوا لها يفرغوها كل شيء من الاثاث نتاعها بعد يمشيوا يبيعوه. انت تعدى على حاجه زي مثلا من الجيش الحر، فهمت، كربه عجبتهم يقول لك انت شبيح، ونزلوه يطيشوك في بلاصه ما نعرفش وين يطيشوك، وفكوا لك رهبتك ونحوا له النوامر وكذا، تولي فهمتي تابع سياره بدون نوامر يعني تابع للجيش الحر. عندهم الذخيره وعندهم سلاح وغنموا دبابات وغنموا مدافع وغنموا الذخيره وغنموا كرتوش وغنموا اسلحه، فهمت، مش يمشيوا يبيعوا فيهم على حدود العراق من شنو صواريخ من يبيعوا فيهم خاطر فلوسه. يمشي يبيعوا، فهمتي، بعد يمشي ياخذ فلوس من هون يدخل تهريب، فهمتي، لتركيا يحطهم في الكونت بانكير نتاعو. تجي معونات من برا فلوس مثلا بيعطيهم مسؤول على كتائب، فهمتي، في سوريا على الموقع على الواقع، فهمت، كيما نقولوا تجي مثلا 100 مليون مثلا يطيش 30 مليون يقول لك هذا اللي جانا شنو، وبعد يمشي يدخل تهريب، يرجع تهريب، يخرج تهريب لتركيا ويفتح يحل كونت بانكير ويحط ويصب البقيه، فهمت. حتى دميرموت اسمه الطحين، عرفتوا شو اسمه الفيرينا دخلت من قطر، سكانيات دخلوا، فهمت، لسوريا عن طريق باب الهواء، بعد جمعه ولا جمعتين فهمت يبيعوا فيه. كيفاش تبيعوا فيه؟ هو جاي بلاش اعانه وانت تبيع فيه. شنو كان حال التوانسه اللي قاتلوا غادي؟ التونسي وقت اللي يمشي غاديك، وشنو حتى مش كان تونسي بس، تونسي جزائري ليبي مغربي مصري، اللي هو يمشي الغاديك يا حاجه من اثنين، يا يلعبوا به ويسلموه للنظام ياخذوا عليه فلوس، فهمتي ولا، او تلقاه فهمتي دوما في المقدمه. احنا نحاربوا في الواجهه والجيش الحر، فهمتي ولا من تالي، فهمتي ولا ينهب في الديار الخط الصفر يعني الخط الساخن هم المسلمين واغلبيتهم المهاجرين، فهمتي، والخط الخلفي فهمتي هم فهمتي اغلبيتهم السوريين من الجيش الحر. عملت كلاشنكوف وشتاير في سلاح تونس ودراغونوف قناصه، والله على حسب البلاصه وين ماتها، يمكن فهمت يكون يعني دخل في بلاصه يكون حصرها العدو، فهمتي ولا ما عادش يجبدوا الجثه نتاعو، واذا جبدوا الجثه نتاعو يدفنوا في سوريا. تونسي ولا اي جنسيه ثانيه. والله اخر معلومات انا سمعت انه 3500 تونسي، بس انا ما شفتهمش يعني الاكثر متوزعين في كامل سوريا. شنو يقول ابو زيد للشباب التونسي اليوم؟ في المناطق المحرره اللي احنا ماسكينها، فهمت، في ناس تشيش وتلعب كارته، فهمت، شباب يعني مش فهمت، علاش انتم ما تحاربوش بلادكم؟ علاش ما تدافعوش على بلادكم؟ خاطر شنو احنا جينا، فهمتي ولا ديما احنا في المقدمه انتم سايب مش تقعدوا تبركوا؟ لا ما نمشيش، فما ناس وفما شباب فهمتي بيقدروا يحملوا السلاح ويقدروا فهمتي يحاربوا على الايجاد ويدافعوا على بلادهم. يعني ما عادش يمشي حتى واحد، ننصح حتى واحد، ماشي حتى واحد، خليهم يقوموا فهمتي يجاهدوا.